لم تختلف نهائيا أو كثيرا، إلا يمكن نادرا عن آخر لائحتين أو 3 لوائح للمنتخب الوطني المغربي في المباريات الأخيرة. ضمت اللائحة 27 لاعبا كما ذكرتهم بالأسماء، منهم 15 لاعب شاركوا في مونديال قطر 2022 يعني مونديال اللي وصل فيه المنتخب الوطني المغربي للمرتبة الرابعة، وكان إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة الإفريقية والعربية. 15 لاعب منهم، يعني اللي تشوف معايا السي محسن والسي عزيز، ال 11 لاعب رسمي اللي كانوا تدخلوا في المباريات رسميين فهم موجودين، وتنظن بأنه يعتمد عليهم كثيرا ومبغاش يغيرهم نهائيا. وليد الركراكي، الكلام هنا عن ياسين بونو حارس الهلال السعودي، أشرف حكيمي في الدفاع بالإضافة لنصير المزراوي، أو حتى إذا ما غاب نصير المزراوي هناك يحيى عطية الله. بطبيعة الحال مركز وسط الدفاع غانم سيس الكابيتانو العميد، بالإضافة إلى نايف أقرد. في وسط الميدان بطبيعة الحال سفيان أمرابط، عز الدين أناحي وسليم أملاح. ثم في الخط الامامي حكيم زياش ويوسف النصيري، بالاضافه الى سفيان بوخل. هذه اللائحه او هذه التشكيله القاره التي خاضت مباريات كاس العالم، وهي الان في مجتمعه فيما بينها، بالاضافه الى 4 لاعبين اخرين ذكرنا منهم بطبيعه الحال عطيه الله، ثم الحارس محمدي الكجوي الحارس الثاني، بالاضافه لعبد الصمد الزلزولي وبلال الخنوس، وهذو شاركوا في المونديال. 12 اسم اخر هم يعني اسماء جديده أو أسماء لم تشارك في المونديال، ولكن ليست بالجديدة لأنه خاضت الموسم أو السنة كاملة مع وليد الركراكي. والحديث هنا أيضا بطبيعة الحال حول عودة ميمونة لكل من أمين حارث وطارق تيسودالي، واللي هما كانوا قبل المونديال مع سواء المدرب السابق أو مع وليد الركراكي، لكن للأسف لم يخوض المونديال بسبب الإصابة القوية التي كانت قد ألمت بهما. وبالتالي الآن هم في أوج العطاء. إلا تأخذوا معي طارق تيسودالي مثلا، يعني هذا الموسم أرقامه تتحدث عنه، وهي أفضل الأرقام في اللائحة ديال 27 لاعب، وأنا أعي ما أقول، يعني أفضل الأرقام هي اللي مسجلها طارق التيسودالي من ضمن كل هاد اللاعبين. ثم هناك أمين حارث بطبيعة الحال الذي يبلي البلاء الحسن رفقة أولمبيك مارسيليا. بالإضافة لهؤلاء فهناك أسماء عادت بطبيعة الحال وأكدت حضورها خلال اللوائح الأخيرة، مثل أيوب الكعبي الذي بطبيعة الحال أنسى بعض الجماهير المغربية الغاضبة على كل من حمد الله ووليد شديرة عند حضورهم في المنتخب الوطني المغربي. أيوب الكعبي أظنه بأنه خلال المباراتين الأخيرتين سواء من بالكوت ديفوار أو ليبيريا هو قدم عطاءات جيدة، سجل أهداف، أيضا أرقامه تتحدث عنها رفقة أولمبياكوس اليوناني.